نعمل شويه شوبينج بقى في كارفور كده، عشان بقالي فتره ما اشتريتش حاجات وما عنديش حاجه خالص. اول حاجه طبعا القهوه، اهم حاجه. هاي برو، طلبنا القهوه هو هيظبطها كده وبتاع، نخلص دنيتنا ونرجع له تاني. نخش على التقيل بقى، لحوم والفراخ. ها تفتكروا بقى نجيب ايه؟ اهم حاجه طبعا، انا بقالي كتير ما اكلتش ستيك، من اخر فيديو انا صورته ما اكلتش ستيك، فبفكر بقى اجيب ستيك رايق كده عشان اعمله بكره. بقى استنى، احنا ايه الجنب ده دايما بتلاقي ستيك فيه رايق. فها بص بقى، في حاجات شويه حاجات رايقه هنا، بس انا بدات افهم، خلي بالكم يعني. ده اللي هو بيتقال عليه اللي هو البتيلو الصغير ده مخلي، الحته دي ب25 درهم، بس دي حته كبيره. يعني كام جرام؟ كام يا ربي جرام؟ حوالي نص كيلو، يعني 426 جرام. احنا عايزين ايه؟ 2 ستيك رايقين. بص دي حلوه، دي جميله، دي باكستاني. احنا هنجيب باكستاني او برازيلي، دي انا هاخدها، دي اول حاجه. والله يا جماعه انتوا لو تشوفوا المنظر الحقيقه، يعني دي بتاع حوالي ربع كيلو لحمه، تمام، ب 12 درهم ونص. بس انا نفسي اعرف اسويها، يعني انا نفسي اعرف اجيبها كده واسويها. قابلت زميله لينا في المستشفى، وات ار يو دوينج؟ ام دوينج سم شوبينج، ام تراينج تو جيت سم ميت. بصوا يا جماعه، انا هجيبها وامر الله، واحاول بقى اعملها عدل المره دي، يعني اتمنى ان هي تنجح يعني. فانا جبت دي ودي، كتف الضاني دي تمام ب 23 درهم، فدي تكفينا يومين. بصوا كيلو الجمبري عامل 40 درهم، فمش عارفين بقى نجيب ولا ما نجيبش. نكمل لفتنا عقبال ما نكرر. بس يا جماعه كارفور زحمه خالص يعني. بصوا ميزه كارفور بقى، بتلاقي فيه كل حاجه، يعني كل حاجه تتخيلها، فاهم؟ متقعدش تدوخ بقى على اي حاجه، كل حاجتك تلاقيها في كارفور. ونستو برضو، عشان كده انا بحب اجيب حاجتي يا اما من كارفور يا اما من نستو، بيبقى في عروض بقى كويسه، حاجات كويسه، فاهم؟ في كل حاجه انت محتاجها، فاهم؟ بص عرض التونه اللي انا بحبه، التلاتة ب10 درهم، هي عادة بتبقى التلاتة ب12 درهم. فانا بقى ايه، انا اصلا نازل عشان اجيب تونه، عشان ما عنديش ولا علبه تونه. وده شامبو بديل زيت ب26 وربع. انا محتاجهم برضه عشان شعري بيروح مني يا جدعان. دي اهم حاجه بقى عشان ما ننساهاش. كام؟ 22 درهم. برازيليان تركيش كوفي لبنيز بلند ويز كاردموم. فراخ النهارده عليها عرض يا جماعه، الواحده ب9 درهم، فانا هجيب لي 2. عايز بقى اقول لكم على حاجه، النزله اللي انا بنزلها دي ممكن مثلا بتكفيني مثلا نص شهر، 20 يوم، على حسب. بيبقى ناقصني شويه حاجات بقى، بفضل مثلا اجيبها من فيفا تحت مني وكده. بس انا باللي انا بعمله ده، انا ما باكلش حاجه بره خالص. يعني انا كنت الاول باكل كل حاجه بره، دلوقتي انا ما بجيبش اي حاجه حرفيا من بره. عشان كده بجيب كل حاجه انا نفسي فيها، وفي الاخر بتلاقي مثلا حسبتك بتخش لك في 300 400 درهم في الشهر، كل حاجتك باكل بقى صحي، بفاكهه، بلحمه، بكل حاجه. فدي نصيحه، يعني لو انت بتاكل بره وبتعك كتير وبتاع والدنيا، لو عندك وقت الطبخ في البيت هيفرق معاك. نصيحه. شويه لبنه برضك عشان يبقى احنا ايه، عندنا حاجه الفطار والعشاء والغداء، اعتقد كده احنا زي الفل قوي. بصوا يا جماعه، البريكلي بير ده اللي هو التين الشوكي، بيبيعوا الكيلو هنا 9 درهم. والله العظيم مشروع جامد. كفايه كده بقى اعتقد، عشان النزله دي جايه علينا بخراب. كفايه، انا رايح خلاص على الكاشير. 210. انا عايز بقول لكم على معلومه قبل ما اقفل الفيديو. في ظهر الريسيت بتاع كارفور بيبقى فيه اوفرز على المطاعم، يعني اوفرز بتبقى حلوه جدا. يعني مثلا من بابا جونز مثلا، البيتزا بدل 30 درهم ب 15 درهم، تمام. من برجر كينج نفس الكلام، يعني ما ترموهاش. شكرا. بس ودي كانت لفه سريعه، وهي مش سريعه قوي يعني، في كارفور مول الامارات. جبنا الشوبينج الشهري، وبعد اللي انا جبته ده مش هجيب حاجه من بره تاني الا العيش بس. شكرا.